في عالم ينتشر فيه السحر والأبواب، صياد عادي يعيش في عالم مليء بالوحوش والأبعاد المظلمة، ولكن حياته تتغير تماما عندما يكتشف نظاما سحريا يمكنه رفع مستواه وتحويله إلى صياد خارق. فاستعدوا للانغماس في عالم سولو ليفلينج للارتقاء وحيدا في رحلة ملحمية مليئة بالخيال والإثارة، حيث ستتغير حياة بطلنا إلى الأبد. بتبدأ حلقتنا بقتال عنيف في جزيرة، وبيكون في سفينة بتراقب الوضع ده. ففي جندي بيقول للكابتن احنا لازم نتدخل في أسرع وقت، بس الكابتن بيقول له انت عارف ان اسلحتنا مش هتأثر في الحاجات دي، واحنا حاليا حرفيا ملناش اي لازمة. كل اللي نقدر نعمله دلوقتي هو ان احنا نستنى ونسيب الموضوع ده للصيادين. وعلى الناحية التانية في الجزيرة بنشوف نملة عملاقة بتجري ورا شخص مدرع. بعد كده بنشوف عدد من الناس وبنعرف ان دول بيكونوا الصيادين، وبيهجم عليهم مجموعة من النمل، وفي واحد منهم بيقول لازم نهزمهم هنا ودلوقتي والا هنخسر. بس بنشوف انهم حرفيا مش قادرين يعملوا ولا حاجة، ولما بيستعينوا بالسحرة السحر بتاعهم مش بيأثر في النمل، والنمل بيروح يفشخهم، وتقريبا النمل بيكون كسب في المعركة دي، لحد ما الصياد بيظهر وبيقدر يهزم نملة بكل سهولة، وبيستخدم سحر الشفاء على واحد بيرجع له صحته بكل سهولة. نشوف ان النمل كله جاي عشان يهجم على الشخص ده، بس واحد بيستخدم سحر البرق عليهم وبيفشخهم حرفيا. بعد كده بيجي واحد يفشخ النمل ده ضرب يمين وشمال باستخدام ايده، ولا كأنهم نمل قدامه، لا حرفيا ولا كأنهم نمل. والصيادين اللي جم دول هم صيادين من الرتبة اس. ففي واحد بيكلم الصياد بتاع سحر الشفاء وبيقول له انت كنت هتروح فيها دلوقتي. فبيونج بيرد عليه وبيقول له يا عم عيب عليك، انا جامد، وبعدين كده كده في كل الاحوال انا عارف انكم هتحموني. بس بعد كده بتظهر نملة بيضة كبيرة وبتكون هي قادة سرب النمل ده. فيونو بيقول لبيونج انه يحمي المصابين وهو وانسونك هيهجموا عليها، وبيروحوا باستخدام سحر البرق، وده باستخدام قبضته بيعملوا احلى دويتو وبينزلوا عليها ضرب يمين وشمال من كل حتة لحد ما بيقدروا يهزموها. بس ساعتها بيظهر سرب من النمل الابيض، ما بيطلعش ان اللي خلصوا عليها دي واحدة من القادة. يونو بيتحمس وبيبدأ يستخدم قدرته وبيتحول، وانسوك بيستخدم البرق بتاعه بقوة اكبر وبيروحوا يهجموا عليهم. وبنشوف ان في واحد مراقب الوضع من بعيد وبيقول كويس انهم قدروا يوصلوا في الوقت المناسب. وبنشوف ان في سرب من النمل جاي ناحيته، فبيقول وانا كمان لازم ابدا من عندي. وبيكون ده رئيس نقابه اسمه تشوي، وبيستخدم سحر النار بتاعه وبيحرق معظم النمل في ثواني حرفيا. ولكن النمل الابيض بيدخل بكل سهوله وبيدعس على النمل الضعيف، فتشوي بيؤمر نقابته بالهجوم، وبالفعل بيبداوا في الهجوم. بس يا ترى ايه اللي حصل عشان نوصل للحظة دي؟ كل ده حصل بفلاش باك بسيط شوية ل10 سنين لورا. فمن 10 سنين ظهرت بوابات بتربط عالمنا ده ببعد بديل، والعالم التاني اللي ظهر ده كان مليان بمخلوقات غريبة اسمها الوحوش السحرية، والوحوش دي كانت محصنة ومنيعة من الأسلحة العادية. بس في الوقت اللي ظهرت فيه البوابات دي في ناس تانيين ظهروا، حصل لهم حاجة اسمها الاستيقاظ، ودول بقى اللي ظهرت عندهم قوة عشان يقدروا يحاربوا الوحوش دي. والناس دول بقى يا عمنا اسمهم الصيادين، وعلى حسب كمية القوة السحرية اللي عندهم بيتصنفوا بالترتيب من الرتبة S إلى A B C D إلى أدنى رتبة وهي E. واللي بعد ما القوة دي تستيقظ في جسمك ما تقدرش بأي شكل من الأشكال، ولو أنت فضلت تتدرب كتير إنك تزيد من قوتك. يعني بكل بساطة يا معلم لو جاتلك القوة دي هتثبت لك. وبعد 3 سنين من حادثة الجزيرة دي بنروح عند مكان بوابة، وبيكون واقف هناك صيادين كتير، وبيجي الشخص التخين ده يتكلم مع الشخص اللي واقف اللي اسمه كيم. هو بيقول له ازيك يا غالي، عامل ايه، فينك وفين ايامك؟ كيم بيقول له لا يا عم انت اللي ليك وحشه ومختفي، مش قلت انك بطلت حوار الصيد ده ولا ايه؟ بارك قال له الفلوس يا صاحبي، الفلوس بتغير النفوس، وبعدين دي الحاجه الوحيده والسهله اللي بعرف اعملها، وكمان مراتي حامل دلوقتي وهتقرفني وانت فاهم بقى. وبعدين انا مش عارف بقى هل هيكون عندي نفس الطاقه عشان اصطاد، ولا خلاص بقى العظمه كبرت عشان بقالنا كتير ما اصطادناش. وبيجي صياد كده شكله ضعيف وهزيل والكل بيسلم عليه، وبيقول له ازاي يا عم جيت والجو برد كده والدنيا ليه جيت؟ فبيقول له ما تخافوش عليا انا حالتي زي الفل. فكين بيسلم عليه هو كمان وبيقول له تعالى اشرب شاي، يشرب حاجه. بس الصياد ده اللي اسمه سونج بيمشي وهو متوتر. فبارك بيقول له هو الواد ده قوي ولا ايه؟ كله بيسلم عليه كده وبيرحب بيه، ده حتى انت كمان. فكين بيقول له عكس كل اللي انت قلته ده هو الصح، الواد ده انضم لينا بعد ما انت مشيت على طول، وهو حرفيا
اضعف صياد في البشريه. بارك بيستغرب وبيقول له الاضعف ازاي، هو مش الاقوى؟ كين بيقول له ايوه هو بالظبط كده هو الاضعف، لانه لما دخل بوابه من الرتبه ايه خرج منها على المستشفى قعد اسابيع كتير فيها، فعشان كده هو الاضعف بكل بساطه. والواحد بيطمن لما الواد ده بيكون موجود، لانهم ببساطه لما يودوك بوابه مع الواد ده اعرف ان البوابه دي اسهل ما يكون. فبارك بيقول لكيم الحمد لله يا عم هرجع لعيالي، يعني سليم معافى طمنتني. فكيم بيقول له خلاص بقى نبطل كلام عنه بدل ما يسمعنا. بس اصلا سونج طلع سامحهم من الاول، بس ما يقدرش يعمل حاجه او يقول حاجه لان دي الحقيقه ببساطه. بس وهو ماشي بتيجي البت دي وبتقول له ايه ده، هو انت متصاب تاني؟ انت مش بتحرم يا ابني ولا ايه؟ والبت دي بيكون اسمها جوهي، فبيقول لها ايه ده، هو احنا هنشتغل مع بعض تاني؟ فبتقول له سيبك من الكلام ده دلوقتي وقول لي ايه اللي حصل في وشك ده. فهو بيقول لها بكل بساطه نفس اللي بيحصل في العادي بتاع كل مره يعني. فهي بتقول له انت لازم تخلي بالك من نفسك يالا، وبعدين سمعت انك دخلت المستشفى. فقال لها ايوه فعلا كانت بوابه من الرتبه ايه، فعشان كده انا الوحيد اللي اتاذيت. فبتساله هو ما كانش فيه معالج ولا ايه؟ قال لها كده كده كل اللي كانوا هناك كانوا اقوى مني، فيعني ما فكروش انهم يجيبوا معالج. فهي بتقول له ده ما ينفعش، ازاي يفكروا كده؟ بس هو كان متقبل الواقع وبيقول لها ده طبيعي لاني ضعيف جدا، وانت كده كده عارفه وضعي وانا برضو يعني متعود. بس يلا عشان شكلنا هندخل دلوقتي. والصيادين كلهم بيتلموا حوالين الشخص ده واللي هيكون القائد بتاعهم واسمه تشول، وكله بيوافق بكل بساطه ان هو يكون القائد بتاعهم لانه هو الاقوى بينهم وعنده خبره اعلى. وبعد كده الكل بيجهز عشان يدخل وبيبداوا يدخلوا واحد ورا التاني. وقبل ما سونج جين يدخل كيم بيجي من وراه وبيقول له حاول بقى تمسك نفسك شويه كده وتكون ورانا عشان ما تتصابش. وجوهي هي كمان بتدخل وكل كده بيكون دخل ولسه سونج جين ما دخلش، وبيطلع السكينه من جيبه وبتكون سكينه يا دوبك فيها قوه سحريه، بس هي دي الحاجه الوحيده اللي سونج قدر يتحمل تكلفتها. وبياخد له نفس كده وبيكون واثق انه هينجز حاجه المره دي وبيدخل البوابه. وفي مكان اخر في مقر الصيادين واللي بيكون رئيس رابطه الصيادين واسمه جو، والمساعد بتاعه بيساله عن وضع الاجتماع اللي كان فيه من شويه. فالرئيس بيقول له ان الاجتماع كان على المواضيع العاديه ومواضيع التفتيش، والتفتيش حاليا في اوسخ واصعب حالاته، وحرفيا هو يعتبر دلوقتي اصعب حاجه. ولسه هما في الاداره عاوزين الموارد اللي نقدر نجمعها من البوابات. المطالب بتاعتهم دي منطقيه جدا، واحنا كده كده كصيادين بنكسب فلوسنا من بيع الموارد دي، ولكن الموضوع ما بقاش سهل قوي. بس الاحجار اللي بنجمعها من الوحوش المهزومه، الاحجار السحريه دي ليها قيمه عاليه جدا. نرجع تاني للبوابه وبيكون سونج قدر يعملها اخيرا، وبيكون مبسوط انه قدر يهزم وحش وبيطلع منه حجر. بس جوي بتنبهه ان في جوبلين وراه بيهجم عليه، والجوبلين ده بيكون اقوى منه، وسونج بيفضل يتفادى ضرباته. ولما سونج قرر يهجم عليه الخنجر بتاعه اتكسر والجوبلين حرفيا بيفشخه. فبيجي بارك وبيضربه ضربه واحده بيقدر يخلص عليه بكل سهوله، وبيكون سونج بطنه اتفشخت حرفيا. فبارك بيقول لجوهي انها تعالجه وهو هيروح للوحش اللي بعده، وبالفعل جوهي بتروح له وبتبدا تعالجه. وهو بيكون بص على باقي الصيادين وهم بيفشخوا الوحوش بكل سهوله وبيشوف قد ايه هم اقوياء. نرجع تاني للرئيس جو وهو بيتكلم عن الاحجار، وبيقول ان الاحجار اللي بتتجمع من الوحوش دي ممكن تتحول لمعدات واسلحه من درجه عاليه عشان يقدروا يخلصوا بيها على الوحوش. وتقريبا كل الاحجار والحاجات اللي بتتجمع من الدايماس دي ليهم نفس الاستعمال بس بفعاليه اقل. ولكن الحكومه حاليا ليها نظره مختلفه للحاجات دي وعاوزه تستخدم الحاجات دي كمصدر طاقه جديد، يعني كمصدر امن من الطاقه النوويه واكتر فعاليه من الطاقه المائيه او طاقه الرياح او الطاقه الحراريه. وكمان هي مش بتلوث البيئه زي البنزين والحاجات دي، وده حرفيا بيكون هو المصدر الانظف والاقوى، يعني مصدر طاقه مثالي 100%. فحاليا هم شغالين على انهم يولدوا كهرباء باستخدام الاحجار السحريه دي، ولكن ده يعتبر مصدر طاقه نادر لان محدش يقدر يجيبه غير الصيادين. فعشان كده الواجب اللي على الصيادين واجب كبير جدا. فنرجع تاني للصيادين في الدايماس، وبيكون تشول قدر ان هو يهزم الزعيم، وبيكون سونج لسه بيتعالج من ساعتها. كون جوي قاعده متضايقه من سونج وتقول له انت مستمر كصياد ليه؟ عشان انت بتحب تعاند يعني مش كده؟ لانك لو كملت على الوضع ده فكلها شويه وقت حرفيا قبل ما يحصل لك حاجه اسوأ من كده. لا ده انت كمان مش متصاب في جنبك بس، ده انت حرفيا متصاب في كل حته في جسمك. فسونج بيعتذر لها بس هي بتقول له يا عم انا مش عاوزه منك اعتذارات، انا خايف عليك، افهم بقى يا غبي، هي بتلمح لك. فتشول بيقول للمجموعه جمعتوا الغنائم بتاعتكم ولا لسه؟ فبيقولوا له بص احنا جمعنا الغنائم بس ما فيش غنائم كتير ولا بلورات مانا كتير،
وعلى الحال ده مش هنقدر نكسب حاجة تقريبا. وسونج بيقعد يفكر ويقول ايه ده، احنا كده خلصنا؟ بس كل اللي قدرت تاخده هو حجر سحري من الرتبة ايه، اللي هو محدش بيكون هيموت عشانه اصلا، وانا حصل لي كل ده. بس بعد كده المجموعة بيلاحظوا وجود كهف في الدايماس، فالكل بيستغرب من وجود حاجة زي كده. بيقولوا ده معناه ان الدايماس ده دايماس مزدوج، ده لاننا هزمنا الزعيم بس مفيش اي حاجة تدل عن البوابة هتتقفل. وبرضه في شائعات بتقول ان في حاجات بتحصل زي كده. فبارك وكيم بيقول لهم كويس انه ظهر، ده معناه ان احنا هنلاقي غنايم وحاجات اكتر جوه. فتشول بيبدأ يكلمهم وبيقول لهم لما بتحصل حاجات زي دي او يعني حاجات مش عادية، المفروض ان احنا نقول لرابطة الصيادين على الوضع وبنستنى الاوامر منهم. ففي واحد منهم بيقول له استنى كده، انت عاوزنا ان احنا نسيب الغنايم والحاجات اللي هنلاقيها قوة دي ويجوا ناس غيرنا وياخدوا الغنايم؟ وبارك بيقول له ان الدايماس كده كده من الرتبة دي، فكل الحالات مفيش مشكلة لو خدنا فكرة. وكيم بيقول له الراجل الطيب اللي اسمه بارك ده مستني مولود، فعاوز فلوس يا غالي، مش لازم نخش ونشيك على الوضع بقى وباقي الدايماس. وبيكمل وبيقول لي يعني مفيش مشكلة ان احنا نخالف القوانين شوية كده. شول بيقول لهم انا فاهم انتوا عاوزين توصلوا لايه، بس الموضوع في الاول وفي الاخر فيه مخاطرة كبيرة، فعشان كده ايه رأيكم نعمل تصويت؟ والمجموعة بتكون عبارة عن 13 واحد، وستة منهم بيوافقوا والستة التانيين بيرفضوا. وما بيكونش قدامهم غير التصويت الاخير بتاع سونج، يعني الموضوع كله متوقف على ايده حرفيا. وسونج بيقعد يفكر وبيقول مع نفسه حتى لو ده دايماس من الرتبة دي فهو يعتبر خطير بالنسبة لي، ولكن مع اختفاء ابويا انا الوحيد اللي بقيت ماسك مسؤولية عيلتي، وانا محتاج الفلوس عشان اعالج امي وعشان اودي اختي للجامعة، انا فعلا محتاج للفلوس دي. فبيوافق انهم يروحوا في مكان تاني، وتحديدا في نقابة الصيادين بيكون في بلورة سودا كبيرة، وكل اللي عليك عشان تعرف رتبتك ايه انك تحط ايدك عليها وبس كده هتظهر لك رتبتك يا معلم. وبيكون في نقابات كتير بره بيستنوا الناس يخرجوا واللي رتبتهم عالية عشان يتفقوا معاهم انهم ينضموا لنقاباتهم. وبيكون في واحد من العارضين دول بيكلم شخص وبيقول له ان في واحد من الرتبة بي واتنين من الرتبة سي مضوا العقد معاه وان الموضوع ماشي معاه بسلاسة. وبيكون رئيس نقابته اسمه تشوي. ايوه بالظبط، ده نفس رئيس النقابة اللي كان بيحارب النمل. فبيقول للوسيط ده ان السن والجنس مش مهمين ابدا، المهم ان اللي ليه قيمة هو اللي يديله العرض على طول. وكده على كده احتمالية ان احنا نلاقي حد نقارنه بتشاهي بقت شبه مستحيلة. وبعد كده في الشارع بنشوف اتنين حرامية بيسرقوا شنطة من واحدة وبيهربوا بيها، والست بتكون عاوزة حد يساعدها. هما بيصدقوا ان هم يكونوا هربوا، بس بيشوفوا واحدة واقفة في نص الطريق وبيقولوا لها تمشي عشان ما يدوسوهاش، بس هي بكل بساطة بتنط تسحب منهم الشنطة والمكنة بتقع بيهم. والبت دي هي تشاهي الصيادة اللي من الرتبة اس، والناس بدأوا يتجمعوا حواليها، بس هي بيكون عندها رهاب اجتماعي فبتمشي بكل بساطة. نرجع تاني لمجموعة الصيادين بتوعنا، وهم بيكونوا لسه بيمشوا في الكهف من مدة طويلة حوالي ساعة الا تلت او تحديدا 40 دقيقة مش فارقة، والبوابة مش بتتقفل الا بعد مرور ساعة من هزيمة الزعيم، فعشان كده هم قدامهم 20 دقيقة كمان. فسونج بيروح يتكلم جوهي وبيتأسف لها، فبتقول له لا يا عم على ايه بس؟ فبيقول لها عشان احنا داخلين وبندور على الزعيم عشان تصويتي. فهي بتقول له لا يا عم مالكش دعوة بيا انا كويسة. فهو بيقول لها انت كويسة بجد؟ انت متأكدة؟ بتقول له طبعا لا، هو انت لحقت نسيت؟ لو كانت اصابتك دي احد شوية من اللي انت اتصبتها كان زمانك خلاص في حياة البرزخ دلوقتي، ويا دوبك قدرت اعالجك، يعني قدرت اعالج ايدك ورجلك كمان بالعافية. انت كمان يا ابني ما اتصبتش في راسك، اصل ده اللي ظهر قدامي دلوقتي. فبيرجع يتأسف لها، وسونج بيفكر ويقول صح ان وجود معالجة من الرتبة بي زي جوهي انقذني كذا مرة، بس ما قداميش حل تاني، الحياة تعمل اكتر من كده يا صاحبي. جوهي بتقول انت فاهم المشكلة ولا لا؟ فهو بيقول لها ايوه عيب عليكي. بتقول له خلاص طالما انت فهمت يبقى لازم تعزمني على حاجة بقى كتعبير ليك عن شكري وكده. فبيتفاجأ شوية من اللي هي بتقوله. هي بتقول له ايه مش عاجبك الفكرة انك تدعوني عشان ناكل حاجة سوا ولا ايه؟ فبيقول لها لا ولا حاجة، وشكله لسه مش فاهم النهاية بتلمح له. بس بيكونوا وصلوا اخيرا لغرفة الزعيم، وبتكون بوابة الزعيم كبيرة جدا جدا. فكين بيتقدم وبيقول لهم يتقدموا هو كمان، ده لان هو كان قرار بالاجماع يعني. بس نرجع تاني لرابطة الصيادين، بس بيكون الرئيس جو بيكلم المستيقظين الجداد وبيعرفهم عن نفسه، وبيقول لهم انا عارف ان بينكم اللي هيختار ان هو يكون صياد واللي مش عاوز انه يكون صياد. بقالنا 10 سنين من ساعة ما ظهرت البوابات ولحد دلوقتي احنا يعتبر ما نعرفش اي حاجة عن الدايماس، حتى اللي اتعودوا منهم انهم يقاتلوا على طول دول لسه ما يقدروش يعملوا دفعاتهم. يعني بكل بساطة
ببساطة لازم لا تكونوا مغرورين ولا تكونوا متهاونين. يعني لو انتوا عاوزين تفضلوا فالنصيحة دي هتفيدكوا اكتر من اي حاجة. بمعنى ابسط لازم تخافوا من المجهول. نرجع بقى للصيادين بتوعنا لما فتحوا البوابة، واول ما فتحوها النار بتاعت غرفة الزعيم بدأت تشتعل لوحدها والأوضة كلها نورت، وبيكونوا اول مرة يشوفوا دايمات زي كده. والمكان بيكون مليان تماثيل ضخمة وقديمة، وفي تماثيل عندها اسلحة وتماثيل تانية معاها آلات موسيقية. وبيكون في تمثال كبير، لا بيكون الاكبر بينهم حرفيا، اكبر من الباقي بكتير. وبيكونوا قلقانين من الموضوع ده، بس في نفس الوقت ما بيكونش فيه وحوش موجودين، فالموضوع ده بيكونوا مستغربين اكتر. وتشول بيكون شايف دايرة وبيفتكر انها دايرة سحرية، بس في شخص بينادي عليه وبيقول له يجي بسرعة لان في حاجة مكتوبة. وبيكون في تمثال شايل حجر مكتوب عليه بالخط القديم وصايا معبد كارتينيون. والوصايا بتبدأ بكذا حاجة، واولها عظموا الرب، وتاني حاجة مجدوا الرب، وثالثا اثبتوا ايمانكم للرب. وطبعا حابب افكرك عزيزي المتابع ان الحاجات دي ملناش دعوة بيها، يعني احنا بنتفرج لاجل المتعة وخلاص. الحاجات دي ملهاش علاقة بمعتقداتنا ابدا. وبس كده نكمل. بس جوي بتكلم سونج وبتقول له ان هي شافت التمثال الكبير وهو بيحرك عينه وكان بيراقبهم. وتشول بيكمل وبيقول اولئك الذين لن يتبعوا القوانين لن يخرجوا احياء. وسونج بيرد على جوي وبيقول لها ما هو ثابت اهو، يمكن بس انت تخيلتي. بس فجأة بيسمعوا صوت رزع جامد وبيطلع ان الباب اتقفل لوحده، وكلهم بيكونوا مستغربين وقلقانين من اللي حصل ده وبيكونوا اتحبسوا. ففي واحد بيمشي وبيقول لهم عشان كده ما كنتش عاوز اجي من الاول، وانتوا اللي قلتوا ان الموضوع بسيط. شفتوا حالنا وصل لايه دلوقتي؟ احنا ما كانش لازم نيجي لهنا من الاول. انا همشي من هنا وانتوا خدوا كنز او اي حاجه هتلاقوها هنا. ولسه هيفتح الباب ولكن تشول بيصرخ فيه وبيقول له ابعد عن الباب. ولكن فجأة التمثال بيتحرك وبيطال نصين حرفيا. دي التماثيل طلعت بتتحرك وشكلها هتلعب معهم احلى لعب. ولما كلهم بيشوفوا المنظر ده بيترعبوا وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، وهل لازم فعلا يقاتلوا الحاجات دي. وسونج ساعتها بيفكر وهو خايف، بيقول الشخص اللي مات ده المفروض ان هو صياد من الرتبه دي، يعني على الاقل صياد اقوى مني، وانا رتبتي هي الرتبه ايه. ومع كل ده وفي ثواني معدوده حرفيا التمثال ده خلص عليه. مش معقول، ده اكيد مستحيل. مش المفروض ان الدايماس ده يكون من الرتبه دي؟ المفروض ما يكونش فيه وحوش سحريه زي دي هنا. بس لو التماثيل دي بتتحرك ده معناه ان التمثال الضخم هو كمان بيتحرك. وفجاه التمثال الضخم هو كمان عينه بتتحرك. دي شكلها هتقلب مجزره. سونج بيبدا يحكي وبيقول انا كنت على شفير الموت كذا مره قبل كده. في اول غاره ليا تهت عن المجموعه والموضوع انتهى بيا اني كنت تايه وحيد، والوحوش هناك هجمتني من الرتبه ايه، وقعدت بعد كده اسابيع في المستشفى. وفي مره كنت هموت من الجوع في متاهه، وكل مره كنت بكافح عشان حياتي لو كانت البوابه من رتبه قليله حتى. ومعظم الصيادين كانوا بيقدروا يشتروا معدات جديده، والفلوس اللي بيكسبوها من الاحجار السحريه دي كانوا بيجيبوا بيها حاجات اعلى ومعدات اقوى عشان يقدروا يهزموا وحوش اقوياء اكتر ويقدروا يطلعوا منها فلوس اكتر. بس انا بالنسبه لي الخنجر الرخيص ده هو احسن حاجه قدرت اشتريها، ولو الخنجر ده اتكسر لازم اقاتل بايدي. وعشان كده كل يوم وكل مره اتحملت فيها ان الناس تسخر مني، وانا حرفيا الشغل ده بيهدد لي حياتي، والمخاطر اللي بتعرض لها اكبر بكتير من المكافاه اللي باخدها. بس مع كل ده برضه وعشان اعيش اتعلمت ازاي استغل الفرص وازاي اعيش. نرجع تاني للحاضر، وسونج بيقول لهم وهو بيصرخ انهم يوطوا، وساعتها التمثال الكبير بيضرب عليهم ليزر وبيخلص على واحد وبيفشخ مكان كبير. وبتكون جوهي هي كمان جات لها نوبة صرع، وكله بيكون خايف، وسونج بيكون قاعد بيفكر ايه اللي بيحصل ده. يعني ايه الموضوع يخلص بينا هنا اننا محبوسين كده؟ ده معناه اننا خلاص خسرنا حياتنا وهنروح كلنا لحياة البرد. وبتبدأ الحلقة بالتمثال اللي بيكون بيضرب شعاع بعينه، واللي بيكونوا كلهم خايفين منه وبيكونوا عاوزين يهربوا بأي طريقة، بس القائد بيقول لهم محدش يتحرك. وسونج بيبقى مصدوم من اللي بيحصل، وبيلاقي جوهي جالها نوبة صرع وخايفة، ومهما بينادي عليها هي مش بترد عليه. وفي نفس الوقت ده القائد بيكلم سونج وبيقول له انت انقذت حياتنا، لو ما كنتش انقذتنا وحذرتنا كان زماننا ميتين دلوقتي. ولكن القائد بيكون اتصاب وايده اتقطعت بسبب الشعاع اللي التمثال ضربه عليه، وبيقول لسونج ان المفروض جوهي تعالجه دلوقتي، ولكن هي ضعيفة نفسيا وخايفة ومش هتقدر تعمل حاجة، وعشان كده هي مش بتشارك غير في الغارات السهلة والبسيطة. بيقولوا انها ما شاركتش غير كام مرة بس في الغارات اللي من الرتبة بي، ولكن التمثال ده مش اقل من الرتبة ايه، مش بعيد كمان يكون من الرتبة اس.
وبيقول له ان المعبد ده كان مكتوب عليه وصايا في الحجر اللي التمثال ماسكه. بس قبل ما اقول وصايا عزيزي المشاهد، حابب افكرك ان الكلام اللي بيتقال في الانمي ده هو خارج معتقداتنا وخارج الدين عموما، فاحنا بنتفرج بس لمجرد التسليه. الاولى واستغفر الله يعني هي اعبدوا الاله، الثانيه وهي احمدوا الاله، اما الثالثه بقى هي امنوا بالاله. ومكتوب ان اللي هيخالف الوصايا دي مش هيخرجوا من المكان ده غير وهم الجثث. وسونج رد عليه وبيقول له بص يا معلم، انا متخيل كده او متوقع يعني ان التمثال ده او اكبر تمثال فيهم هو الاله اللي مقصود يعني، وبيكونوا بيتكلموا ازاي هيهربوا من المكان ده، واحنا اصلا مش هنعرف نهزم التمثال ده ومش هنعرف نهزم تمثال واحد فيهم عموما. فجالك واحد اهبل فيهم قالك لا والله ما هموت هنا، انا لسه داخل نقابة كبيرة والفلوس هتلعب في ايدي ولسه دي البداية، يعني ما ينفعش اموت هنا. وبيجهز نفسه وبيجهز رجله عشان هيطلع يجري، وزود نفسه بسحر التعزيز عشان يزود من سرعته. وهوب اول ما طلع جري راح التمثال فشخه حرفيا. قال يعني هو لما يجري كده التمثال مش هيجيبه، التمثال اداله شعاع مسحه من على وش الارض حرفيا. واول ما بقى الصيادين شافوا اللي حصل ده الكل قعد يصوت، وحرفيا كلهم كانوا مرعوبين. اما سونج كان هادي شويه وبدا يفكر وبدا يقول احنا ضعفاء جدا، ولو التمثال ده فعلا عاوز يتخلص مننا كان زمانه قتلنا من زمان، بس هو ليه ما قتلناش لحد دلوقتي؟ وبيفكر مع نفسه يعني هو يقدر يقتلنا، طب ليه ما قتلناش؟ ده حرفيا مختلف عن اي وحش قابلناه. ولكن ساعتها بيفتكر وصايا المعبد، فبيسأل القائد عليها وبيقول له الوصية الاولى كانت ايه يا عم؟ فبيقول له الوصية الاولى كانت اعبدوا الاله. سونج بدأ يفكر المغارة دي معمولة بقوانين خاصة، بيبدأ يقف وبيكون في عينه اصرار انه يعيش، وبيبص على التمثال وخلاص التمثال هيضرب الشعاع. سونج بيوطي راسه، اللي حصل ايوه التمثال ما ضربش عليه. اول ما شاف سونج الكلام ده قال له كله ان هو ينحني دلوقتي وهينجو من اللي التمثال بيعمله، وكله استغرب وبيسالوه انت بتقول ايه يا عم، انت عرفت اي حاجه؟ قال لهم طول ما رؤوسنا تحت ارتفاع معين فالتمثال ده مش هيقتلنا، وباين ان دي معنى الوصيه الاولى. وفعلا كل بينحل التمثال، وفي اللحظه دي التمثال عينه بدات تهدى، ولكن ساعتها ابتسم ابتسامة دبت الرعب في قلوب الصيادين حرفيا. ولكن هل الموضوع يخلص على كده؟ لا والله، ده التمثال الكبير قام لهم هو كمان وبدأ يتحرك ناحيتهم. راح سونج افتكر الوصية التانية وقال لهم ان الوصية التانية هي يحمدوا الاله، وكلهم قالوا طب هنحمده ازاي ده؟ راح واحد منهم دخل بقلب جامد وقال لهم انا بدرس العادات الشعبية واعرف ازاي احمد الاله كويس، وقعد بقى يدعي شوية استغفر الله يعني. راح التمثال وقف قدامه شوية وداس عليه بكل بساطة، علم الكلب ده ازاي يكفر. لا وكمان التمثال ده كان مبسوط اكتر باللي هو عمله، وساعتها كلهم اترعبوا وكل واحد خد نفسه وطلع يجري. واحدة منهم من كتر الخوف وقعت على الارض، راح التمثال داس عليها بكل سهولة. القائد راح قال لهم كل واحد بقى يجري في حتة كده لوحده ومحدش يكون معايا. فسونج خد جوهي في ايده لانها كانت حرفيا في قمة الرعب. وعندك بارك قعد يقول بقى انا ما ينفعش اموت هنا، انا مراتي حامل والكلام من ده. راح التمثال قطع امه نصين حرفيا، وراح سونج لاحظ ان بارك مات عند التمثال اللي ماسك سلاح، وان في تماثيل تانية ماسكة ادوات موسيقية. فبيقول لهم كلهم انهم يروح عند التماثيل اللي ماسكين ادوات موسيقية. واول ما واحد فيهم بيروح عند التمثال اللي ماسك اداة موسيقية التمثال بدأ يعزف. فراح قال لهم كلكم روحوا عند التماثيل اللي ماسكين آلات موسيقية لان التماثيل دي مش هتهاجم علينا. وسونج وجوهي لما راحوا عند التمثال ما عزفش لان هما اتنين واقفين عند تمثال واحد. راح سونج طبعا قرر ان هو يضحي بنفسه ويفضل وسونج بيجري التمثال بيجري وراه، بس سونج بيخبط وبيقع عند التمثال غلط واللي كان هيقتله، بس لحق نفسه وقعد يزحف عشان يوصل للتمثال، واللي كان التمثال الكبير خلاص هيدوس عليه حرفيا. ولكن سونج خلاص لحق نفسه وبيكون وصل للتمثال، والتمثال بدأ يعزف. اما التمثال الكبير هدي ورجع قعد مكانه تاني. جوهي راحت جري على سونج عشان تطمن عليه، ولكن بتتفاجئ وبتشوف ان رجله اتقطعت من ضربة التمثال الصغير. فساعتها قعدت تساعده وتعالجه. سونج قال لها كفايه انا كويس. جوهي بتقول له انت ازاي كويس؟ ولكن جوهي خلاص كانت استخدمت كل سحرها. وساعتها القائد راح قال لهم كل ده بسببي، كل ده حصل عشان انا اللي اخترت بسرعه، كان لازم اني ياخدوا القرار ده بحكمه. بس كلهم قالوا له لا احنا عملنا تصويت ودخلنا. فهو قال لهم بس انا اللي هتحمل المسؤوليه في الاخر. بس سونج بيفتكر ان هم كده عملوا وصيتين وناقص الوصيه الثالثه.
وساعتها التمثال بيحرك ايده وبيظهر مسبح. ستوب كده شويه، هتقول لي ايه هو المسبح ده؟ هقول لك المسبح ده حاجه كده بيضحوا جواها بانسان باي حاجه، ده حاجه زي قربان للملك كده، وده زي ما قلت فهو حرام تماما اصلا. وواحد منهم بيطلع صفه على القائد وبيقول له مش انت كنت لسه بتقول كده من دقيقتين 3 ان انت عاوز تتحمل المسؤوليه؟ يلا يا حبيبي اتفضل روح. فالقائد بيوافق وفعلا بيبدا يمشي للمسبح، ولما بيوصل ظهرت نار في المسبح، او بمعنى اصح حوالين المسبح. فسونج بيبدأ يفكر وبيقول ازاي ما حصلش حاجة، هو ممكن يكون عاوز اضحية مش حية، وطلب من اللي معاه انهم يوصلوه للمسبح عشان يشوف في ايه. وفعلا الاتنين ساعدوه، لما وصلوا المسبح بقوا 3 نيران زيادة. القائد بيقول له ايه، عرفت حاجة؟ لازم حد يجي ينقذنا لو البوابة قعدت اكتر من 7 ايام، او بمعنى اصح 7 ايام، واحنا اكيد مش هنقدر نستحمل ال7 ايام دول. حاسك كده عاوز تعرف ليه 7 ايام بالتحديد. فبعد 7 ايام من ساعة لما البوابة تتفتح، الوحوش ساعتها بتقدر تطلع للعالم الخارجي، ودي ظاهرة اسمها انكسار الختم، وعشان كده لازم تخش البوابة وتقتل الوحوش وتقتل الزعيم عشان تتقفل. اما بقى لو فشلتوا فالتمثال ده هيخرج وهيفشخ العالم باللي فيه حرفيا. وفي مكان اخر عند اخت سونج في المستشفى اللي كل يوم اصلا بتزور المستشفى، وطلعت ان امها مريضة وبتكون حرفيا نايمة للابد، ولكن في كل الاحوال هي عايشة. عاوز تعرف معناها ايه؟ كمل الفيديو لقدام شوية وانت هتعرف. نرجع تاني لسونج واللي بيطلب من الاتنين اللي بره انهم يخشوا جوه، وفعلا النار بتكتمل بنفس عددهم بالظبط، وساعتها في نار زرقاء بتظهر حواليهم، والباب اللي دخلوا منه فتح، وساعتها كلهم بدأوا يسألوا سونج ايه دلوقتي، نقدر نخرج ولا ايه؟ والنار الزرقاء مع الوقت بدأت انها تطفي، والباب بدأ يقفل واحدة واحدة مع طبعا اختفاء النار الزرقاء. سونج لما بيبص لهم بيلاحظ ان التماثيل لما بيبصوا عليها بتقف، فبيقول لهم كلكم بصوا في عيون التماثيل، هو ده معنى الوصية الثالثة والأخيرة، هو ده معنى وصية أثبتوا أيمانكم. ولكن واحدة منهم بتكون خايفة، بتكون مرعوبة من اللي قاعد بيحصل ده، فساعتها طلعت تجري عند الباب. وطبعا زي ما انت عارف يا عزيزي المتابع اللي مش مشترك ومش حاطط لايك ان هي هتموت، ولكن اللي حصل كان العكس تماما، قدرت تعدي بكل بساطة. وهنا الكل استغرب وبدأوا يسألوا سونج ازاي الكلام ده وايه اللي حصل ده، دي خرجت بسلام ومحدش لمسها. بس سونج بيقول لهم اكيد ده فخ ولازم نفضل هنا، وده عشان نثبت ايماننا طبعا، او ايا يكن هو عايز ايه يعني من الوصية. ولكن طلع التاني يجري برضه وخرج عايش، ولكن سونج بيزعق في الباب ويقول لهم محدش يتحرك، لان لو حد مشي تاني ده هيخلي عندنا ثغرة ومش هيعرفوا يوصلوا لكل التماثيل. النار الزرقاء دي المفروض تكون مؤقت، ولما تطفي كلنا هنقدر نخرج. واحد قال له طب ما ممكن انها لما تطفي اننا نتحبس جوه. بص يا معلم، انا ما توقعتش ان يكون ليك دور قوي قوي بما انك يعني اضعف واحد فينا وكده، ولكن لحد دلوقتي احنا احياء بفضلك. بس انا عندي عيلة ومش عايز اموت، انا عايز ارجع حي ومش قادر استحمل زيادة. وراح اتأسف له ومشي هو كمان. ولكن سونج بيقول في نفسه انه مش هيستسلم ولازم ينجو، لانه دايما بينجو بالطريقة دي. وساعتها قال القائد وجوهي انهم يخرجوا لان الباب خلاص هيتقفل. بس القائد بيقول له انتوا الاتنين اللي لازم تعيشوا، انتوا لسه شباب يعني. بس جوهي مش بتقدر تتحرك من كتر ما استخدمت قوتها. وهنا سونج طلب من القائد انه ياخدها ويمشوا، اما هو هيفضل هنا وهيلاقي طريقة ان هو ينجو بيها برضه. وفعلا القائد خد جوهي ومشيوا. اما بالنسبة لسونج فهو مسك السيف اللي كان واقع جنبه، هو بيقول لو هموت على الاقل هاخد تمثال واحد فيكم معايا، تعالى لي يلا انت وهو. طبعا هو بما ان سونج كحيان اصلا ومعرفش يعمل حاجة فاتفشخ على طول وقعد يتعذب ويتقطع من التماثيل دي حرفيا. وساعتها سونج بدأ يكلم نفسه بيقول انا دايما الاضعف والناس بتتريق عليا، ولحد دلوقتي انا عايش كله بمجهودي، انا كنت عاوز اكون قوي برضو بس انا ما قدرتش، وان كل الصيادين انانيين بمعنى الكلمة، انا برضو عندي عيلة وعايز ارجع حي ليهم. وساعتها في تمثال حرفيا بيطعنه في نص المذبح، وسونج بيكمل وبيتريق على نفسه بيقول انا الوحيد اللي هموت. اسكت يا منافق، انا مش عايز اموت، انا عايز اعيش فرصة كمان، انا بس عايز فرصة كمان. بس خلاص التمثال هيموته واخر نار زرقاء بتطفي. وهنا حرفيا بيكون سونج على شفير الموت، وساعتها بيظهر له اشعار مكتوب فيها تم اكتمال المهمة السرية، شجاعة الضعيف. انت دلوقتي مؤهل لان انت تكون لاعب، هل بتقبل المهمة؟ وقلبك هيقف في 2 من 100 جزء
جزء من الثانيه، ده في حاله لو انت اخترت انك ما تقبلش. فهل هتقبل نعم او لا؟ فسونج بيختار نعم. فيا ترى هل سونج مات؟ هل سونج عايش؟ وهو اللي خرجوا دول عايشين ولا ماتوا؟ وهو ايه اللي هيحصل؟ كل دي اسئله محتاجه اجابه، وما تخافش يا عزيزي المتابع الجميل، كل ده هيتجاوب عليه في نفس الفيديو. مفيش فيديو جاي، اي خدمه يا عم. نكمل بقى. فجاه سونج بيصحى وبيلاقي نفسه في المستشفى، بس الغريب في الموضوع ان ايد سونج كانت موجوده. طب ازاي الكلام ده؟ مش كانت اتقطعت؟ الموضوع غريب. سونج بيشوف رجله المفروض انها مقطوعه، بس برضه نفس الموضوع، رجله كانت موجوده مش مقطوعه. معقوله في سحر يقدر يشفي الكلام ده؟ وسونج بيكون مستغرب زي ما انا مستغرب، ازاي الكلام ده حتى صدره اللي كانت طعن فيه كان سليم ما فيهوش حاجه. فسونج بدا يسال نفسه وده كان حلم. وبعدها الباب بدا يخبط، بيدخلوا عليه اتنين. فسونج بيسال هم مين؟ واحد بيرد عليه وبيقول له انا رئيس قسم المراقبه في جمعيه الصيادين واسمه وو، والتاني كان اسمه جانج. سونج بيستغرب وبيسالهم هو قسم المراقبه عايز مني ايه؟ وبعدين بنعرف ان سونج كان مغمى عليه لمده 3 ايام كاملين. وسونج بيكون مصدوم من اللي هو سمعه ده، وبيسال عن الحاله اللي كانوا معاه وتحديدا جوهي وسون. فبيرد عليه ان هم بخير ولسه عايشين، بس الصياد سون خلاص خسر دراعه. اما بالنسبه للصياده جوهي فجات لها صدمه نفسيه وانها دلوقتي بتتعالج، وبمناسبه حالتها فهم بيشكوا انها هتقدر تكمل كصياده اصلا. وسونج هنا بيفتكر اللي حصل في المعبد واللي مات والتمثال وكل الكلام ده، وبيكمل كلامه وبيقول له ان الوحيدين اللي رجعوا احياء في الغاره دي هم 6 افراد. بيقول له ان رغم المهمه الصعبه دي لكن المصيبه دي نادرا جدا لما بتحصل، وبسبب الكلام ده كان بلاغ من الناس اللي جريوا ونجوا في المعبد. فنقابه النمر الابيض اتحركت بسرعه للمكان، ولكن لما وصلوا للمكان ما كانش فيه معبد اصلا. كل اللي هناك كان سونج مرمي على الارض ومتحط بالدم في كل حته. سونج بيقول له مستحيل، بس بيرد عليه بيقول له الكلام ده صعب ان هو يتصدق صح؟ لو كنا لقينا اي تناقض او اختلاف في شهاده الناجين، او لو ما كناش لقينا بقايا الناس اللي ماتت، ده كان ساعتها كلنا كنا هنشكك فيكم يعني. وبيقول سونج ده مجرد تخمين، بس انت تقريبا جات لك استفاقه تانية. وطبعا يا عزيزي المتابع هتقول لي استفاقه تانية؟ هو ايه الكلام ده؟ بص يا معلم، الصياد مستوى قوته بتعتمد على الاستفاقه بتاعته اللي هي بتجيله في الاول، وممكن ما تجيش، بس ممكن يحصل لك استفاقه تانية وتبقى قوي جدا، تبقى صياد من الرتبه اس او الرتبه ايه. وده طبعا الاستفاقه التانية دي بتحصل لك في حاله ان قوتك اصلا ضعيفه، ودي بتزيد من قوتك جدا. وبما ان الاستفاقه لما بتحصل لك اول مره ما بتقدرش ان انت تغير قوتك، يعني لو جات لك قوه ضعيفه او بقيت صياد برتبه ضعيفه فما تقدرش تغير الكلام ده. فسونج بيتبسط جدا ان هو جاله استفاقه تانية، ده لانه بقى قوي ويقدر يخش غارات اقوى ويقدر يجيب فلوس اكتر. ولكن اللي من قسم المراقبه بيكونوا جايبين معاهم جهاز استشعار السحر، والجهاز ده اللي بيقيس قوته، وطلبوا منه ان هو يحط ايده على الجهاز عشان يعرفوا قوته. سونج طبعا بيكون مبسوط بقى وواثق من نفسه كده، وحط ايده عشان يشوف قوته. والراجل اللي من قسم المراقبه بيقول في نفسه لو كان اللي اتقال ده صح، وان فعلا كان في وحوش تقتل الصياد بضربه واحده، فمستحيل ان صياد زي ده ينجو من حادثه زي دي، وانه على الاقل لازم يكون صياد من الرتبه ايه. وطبعا وهم بيقيسوا قوته حصلت المفاجاه الغير متوقعه ابدا، وهو انه بدل ما يكون جامد جدا، لا يا عزيزي المشاهد احب اقول لك ان هو لسه كحين زي ما هو، بل وكمان جاب سكور 10. سونج طبعا بيكون متحمس وقال لهم ايه النتيجه؟ ايه بقت قوي فشخ وهشخ على الحيطه واسمع الزيطه؟ ولكن اللي من قسم المراقبه قالوا له احنا شكلنا كبرناك على الفاضي، يلا احنا اسفين يا باشا انت لسه كحين زي ما انت. وسابوهم مشوا، وهم كانوا بيقولوا ان اقل حتى رتبه في بتوع الصيادين بتوع الرتبه ايه هي 70، ولكن ده وصل ل10. ده ضايع حرفيا، مفيش فرق بينه وبين الانسان العادي. نرجع تاني لاوضه سونج واللي بيقول انا كنت خلاص قلت ان انا بقيت جامد ورتبتي هتبقى عاليه والدنيا هتلعب، ولكن بيكون في شاشه غريبه قدامه من ساعه ما هم جم، بل وكمان من قبل ما هم ييجوا. بيقول مع نفسه هو انا الوحيد اللي شايفها؟ وبيكون عنده رساله فبيجرب يلمسها ما بيعرفش يلمسها، فبيفتكر والسيف نزل عليه وخلاص هو هيموت. دي طلعت له واختار نعم، وصندوق الرسائل بيفتح وبيكون محتوى الرساله لقد اصبحت لاعبا، المهمه اليوميه هي الاستعداد لزياده القوه. نرجع لسونج واللي بيشوف الكلام اللي بيظهر ده وايه هو النظام ده وبيتعرف، وبيكون النظام ده مصمم عشان يساعد اللاعب على التطور وانه يبقى قوي، وان اللاعب لو ما سمعش تعليمات النظام هيتعرض لعقاب، وان المكافاه فيه بتوصل له. يعني سونج طبعا ما بيكونش فاهم اي حاجه، بس بيجيله اشعار وهو المهمه اليوميه الساعه
بيدعي لزيادة القوة. فالتأكيد فتحت له صفحة وبيجيله فيها المهمة، وهي انه يعمل تمرين ضغط ومعدة وقرفصاء وجري لمسافة طويلة، وانه لو ما كملهاش كلها هيتعاقب طبعا. وطبعا سونج كان مفكر الكلام ده كله هزار وضحك، وقعد يقول ايه العبط ده، هو في حدود للمزاح يعني، اجيب الطاقة دي اعمل كل ده منين يا باشا، انا تعبان وفي المستشفى ومفيش حاجة من الكلام ده، اكيد ده بس كله تخيلات. وراح نام. بس وهو نايم في اشعار بيجيله وبيقول له لو ما خلصتش المهمة هيتم عقابه، وساعتها بيتم نقله لعالم مختلف وبيكون في صحراء، وفجأة بيظهر وراه وحش عملاق. بيكون العقاب انه ينجو من العقاب ده لمدة 4 ساعات، وبيبدأ العقاب وسونج بيفضل يجري عشان ينجو بحياته لمدة 4 ساعات، وبعدها بيرجع للغرفة بتاعته عادي، ولكن مش عادي قوي، بيكون مرمي على الارض. وساعتها بيجيله اشعار بان المهمة العقاب اكتملت. روح عند الصيادة جوهي اللي بيجيلها مكالمة انها تشارك في غارة، والغارة دي بتكون رتبتها دي وظهرت قبل كام يوم، وكل النقابات مشغولة حاليا مع الاسف يعني. واللي كان بيكلمها قال لها انه مش هيجبرها على اي حاجة، وان هو عارف هي فيها ايه دلوقتي، بس هي بترفض وبتعتذر له، بس هو بيقول لها لا مفيش مشكلة، وان هو سمع ان سونج استعاد وعيه، وهي لما بتسمع كده بتطمن وبتفرح. بنروح بقى للمستشفى اللي بيكون فيها سونج، وبتكون جوهي هناك ومعاها وردة عشان تزوره. بس وهي ماشية بتسمع الممرضات بتتكلم عن شخص بيفضل يجري كل يوم الصبح، ان هو بيعمل كده على طول اول ما بيصحى. فجوهي لما بتشوف بتعرف ان هو ده سونج. بنروح بقى احنا عند سونج واللي بيكون خلص جري، ويقول في نفسه ان ده هو اليوم الرابع من اخر مرة صحيت، وانه اكتشف بعض الحاجات، واولها ان اللي بيشوفه قدامه ده مش وهم، وانه لو انجز المهمة اليومية هيجيله 3 جوائز. والجائزة الاولى هي شفاء تام، اما التانية هي نقاط قدرة، وانه يقدر يخصص نقاط القدرة اللي بيجمعها دي في اي قدرة هو عايزها او عاوز يطورها. اما هو دايما بالنسبة له بيفضل يطور القدرة الجسدية. وفي شاشات تانية برضو للمهارات ومخزن الاغراض، وهو دلوقتي تحت رحمة الظاهرة الغريبة دي. ولما بيرجع للأوضة بتاعته النظام بيديله الجائزة الثالثة والأخيرة، وهي صندوق الغنائم العشوائية. ولما فتحوا المرة دي لقى مفتاح، وقال في نفسه ان دايما لما بيجيله حاجات ملهاش لازمة زي مثلا آلام ضمادات حاجات كده يعني. وبنعرف ان المفتاح ده مفتاح لغارة افتراضية، وانه يقدر يستخدم المخرج الثالث لمحطة انفاق المدينة اللي هو فيها ده عشان يفعل الغارة. سونج بيستغرب وبيقول ايه الغارة الافتراضية دي، بس المهمة دي بتكون عشان يرفع قدرته. وفي مستشفى تانية بيكون سونج خرج وبيزور والدته، وبيفتكر اللي حصل قبل 4 سنين لما والدته نامت وما صحيتش تاني، ومن ساعتها وانها اتصابت بمرض اسمه السبات الابدي او النوم الاخير، وان ده مرض بيظهر بعد ما ظهرت البوابات، وكل واحد من 10,000 واحد بيتصاب بيه. وفي نظريات بتقول انه سببه هو التعرض لطاقة سحرية لفترة طويلة، والدكتور قال له ان هو اقصى حاجة يقدر يعملها ان هو يخليها عايشة وما تموتش. ومن بعدها سونج قرر ان هو يشتغل صياد، وفعلا لما بيروح يقيس قوته السحرية بيلاقي ان هو صياد، وصياد من الرتبة ايه. وبعد فترة بيروح عند موقع مكان المفتاح، واول ما مسك المفتاح ظهر المدخل بتاعه، ولما بيفتحه وبيدخل المدخل بيتسد ومش بيقدر يخرج، وعشان يخرج منها لازم يهزم الزعيم او انه يستخدم حجر الانتقال الآني. فبيقرر يكمل وينزل، وبيتمشى في الغارة ظهر 3 عفاريت وبيبدأوا يهجموا عليه، وسونج عمال يراوغ هجماتهم يمين وشمال يدافع عن نفسه. وفي وسط كل ده بينجح سونج انه يقتل واحد منهم، وساعتها بيتأكد ان هو فعلا قوته ازدادت، فبيقتل التاني والتالت وراه، وبيتبسط ان فعلا قوته ازدادت وقدر ان هو يقتل عفاريت اصلا. بس فجأة بيظهر ذئب قدامه وبيهجم عليه وبيكسر الخنجر اللي كان سونج بيستخدمه، وساعتها سونج حس بقوته وعرف انه اقوى بكتير من العفاريت، وبدأ يرجف من الخوف وبيسأل نفسه هو ايه اللي بيحصل ده، هو ده بسبب الخوف؟ انا فكرت اني ما اتصبتش بصدمة نفسية. وساعتها الذئب بيهجم عليه تاني وبيجرحه في وشه، فسونج بيكون عارف ان هو لو اتصاب تاني مش هيقدر ان هو يعيش لان مفيش معالج معاه، لحد ما الذئب هجم عليه تاني. ولكن في اللحظة دي بنشوف ان سونج قاعد ينط ويراوغ، وده بيكون بسبب النقط اللي حطها في القوة العضلية واللي بتخلي جسمه خفيف. ساعتها راح الذئب يهجم عليه، راح سونج قال انا مش هموت في المكان ده، انا مش هستسلم دلوقتي. فراح مديله بنية جابت اجله، بس اكيد الذئب مش هيموت من حاجة زي كده، ده لان سونج بيضربه بايده يعني، ودي حاجة مش هتضر بالذئب. وغير كده اصلا ان الذئب ده اقوى من سونج، وعشان كده وبعد نواشات شوية سونج يئس وقال انا ما اقدرش اخلص المغارة دي لوحدي، وغير كده مش معايا اكل وشرب بس، وما عنديش اي سلاح سحري. وساعتها بيفتكر ان هو معاه سلاح في المخزن وبيطلعه، وكان خلاص الذئب كان هيهجم عليه وهيسيبه، وراح سونج شايل السيف وقسم له دماغه نصين. وطبعا السيف ده هو اللي كان مع كيم قبل كده، وسعره بيكون 3 مليون ين. وبعد ما بيقتله بيجيله ذئبين كمان، بس حظ سونج الخرا السيف مغروس في الارض ومش عارف يسحب،
والذئاب هجمت عليه، بس بيلحق نفسه وبيعرف يشد السيف وبيراوغ ذئب والتاني وبيقطعه. فراح الذئب التاني اول ما شاف الكلام ده سابه وطلع يجري. وساعتها سونج فتح قاعدة البيانات وبيشوف المستوى بتاعه والتغيرات اللي حصلت وكده، ولقى ان هو بقى في المستوى التاني وكل احصائياته زادت بنقطة واحدة، يعني المجموع 5 نقط في كل حاجة، يعني عقل قوة خفة الكلام ده يعني. وان اسرع طريقة عشان يزيد لمستواه هو انه يقاتل. وسونج بيسأل نفسه عن هيكون عامل ازاي لما يزداد في المستوى مع كل نقطة، ده حتى ذكائي وادراكي موجودين في النقاط. وان اكتر قدرة عنده زايد فيها النقاط هي القدرة العضلية واللي بيكون فيها 32 نقطة، وعشان كده جسمه كان خفيف وكان بيتحرك وبيراوغ، وفعلا هيقدر يزداد قوة مع مرور الوقت. وبعد كده راح عشان يشوف جثة الذئب عشان ياخد منها الجوهر السحر اللي جوه، بس بيتفاجئ لما ما بيلاقيش حاجة، ولكن بمقابل ان هو ما بيكونش فيه حجر سحري بيلاقي ناب ذئب. ووسط ما هو كان بيشوف الناب بيلاقي ان في متجر اتفتح له وبيحاول يشتري اي حاجة منه، بس النظام بيقول له انت كحيان يا لو مش هتقدر تشتري حاجة. فبيقرر ان هو يبيع الناب ده وبيجيله 20 عملة ذهبية. وبيسأل نفسه هما ال 20 عملة ذهبية دول يعملوا كام دلوقتي؟ المغارة دي شكلها من المغارات اللي اقل من الرتبة ايه، عشان كده ممكن يكون ال 20 عملة دول مبلغ كبير. وبعدين فضل يفكر ويقول انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا ما اقدرش اخلص المغارة دي كلها لوحدي، وعشان اخرج من هنا لازم يا اما اقتل الزعيم او استخدم حجر انتقال اني. وبيقول لا، لو انا استمريت اقتل الوحوش وارفع مستوايا ممكن اقدر اقتل زعيم المغارة دي، ولكن ممكن برضه اموت. وهو قاعد في بنات افكار وهيشوف هيعمل ايه. فاكر يا عزيزي المتابع الذئب اللي سابه وطلع يجري جاب له اصحابه ورجاله عشان يضربه، ولكن المره دي جاب له القبيله كلها وكلهم بداوا يهجموا عليه. راح سونج قال انا مش خايف، انا دوت طعم الموت قبل كده، وراح جري عليهم وفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، بس الذئاب بيكونوا كتير جدا. وسونج رجع له كده فلاش باك يوم ما كان رايح يعمل اختبار انه يكون صياد ونجح في انه يكون صياد. هو بيفكر في امه اللي كان عايز يجيب لها فلوس عشان نفقات المستشفى وكده. هو بيفتكر نفسه وهو على وشك الموت في المعبد، وبيبدا الهجوم من الطرفين. وسونج كان فنان على الاخر واخد الذئاب ضرب يمين وشمال ويقاتل فيهم، وبص حاجه كده عظمه. ومن كتر ما هو فشخهم حصل على لقب مختال الذئاب. وفي مكان اخر بيكون في بوابه مفتوحه على الطريق عام وباين عليها تتفتح وما بيكونش في نقابه لسه راحت خلصت عليها. نرجع تاني لسونج واللي بيكون من كتر ما قتل فيهم السيف اللي معاه خلاص هيودع وهيتكسر، حتى لو السلاح غالي هينتهي بيه الامر كده برضه، وده بعد كام غاره. وبعدين بيوصلوا اشعار ان هو خد لقب مختال الذئاب، واللي بيكون مميزاته انه عند مواجهه اي وحوش من نوع الحيوانات جميع القدرات هتزداد بنسبه 40%. وبيطلع له المخزن وبيكون جاله بعد قتل كل الذئاب 34 ناب من الذئاب وخنجرين، وغير كده والاهم جاله حجر الانتقال الاني اللي كان مفكر انه عشان يجيبه الموضوع ده صعب جدا. وبدا يسال نفسه هل ارجع؟ بس مش ممكن ما يكونش في فرصه ان ازداد قوه بسهوله تاني. وايه اللي هيحصل للغاره دي لو انا استخدمت الحجر؟ هل هتختفي يعني زي حدث محدود في لعبه كده؟ هل هيختفي من غير ما يكون له اثر؟ على ما اعتقد كده ان في كائن مجهول بيلعب بيا وكاني لعبه في ايده وما اقدرش افلت منه. ورجع سال نفس السؤال تاني، هل اكمل ولا ارجع؟ بس في النهايه بيقرر ان هو يكمل وشال الحجر ده في المخزن عنده. بنروح مكان تاني وبنشوف في جوهي واللي بيكون جالها مكالمه من جمعيه الصيادين وبتعتذر عن اللي حصل المره اللي فاتت انها رفضت تروح عند البوابه، بس بيقول لها ان ختم البوابه دي اتكسر والوحوش بداوا يخرجوا وعندهم نقص في المعالجين وان مكان البوابه قريب منها. وبيقولوا لها انهم حاليا بيجمعوا الصيادين المتوفرين عشان ينجزوا المهمه دي. نرجع تاني عند سونج واللي بيكون عمال يقتل في الوحوش واي وحش قدامه بيقتل، وكل ما بيقتل وحش مستواه بيزيد ومستوى قوته بيزيد، وكل ما بيبقى قتل الوحوش اسهل واسهل. وسونج بقى بيعرف قوه الوحش من لون اسم، يعني لو اسم الوحش باللون الابيض ده معناه ان الوحش ده اضعف من سونج، اما لو لون الوحش برتقاني فده معناه ان هو في نفس قوه سونج، اما بقى لو باللون الاحمر فده معناه ان هو اقوى منه. والذئاب في الاول كانت لونها احمر اما دلوقتي بقى لونها ابيض، وده دليل على ان سونج ازداد قوه بس بسبب قوه ادراكه، بما ان يعني ان ذكاؤه زاد بيكون حاسس ان هو مش عارف يهزم الوحش اللي بيكون تحت واللي هو الزعيم، وده بيكون بسبب زيادة مستواه وبيكون حدسه وادراكه احسن من الاول بكتير يعني. وبعدين بيشوف الحلقة بتاعته في النظام وبيكون ليفله 15 والسيف اللي معاه على وشك ان هو خلاص هيتدمر، بس سونج بيقرر ان هو ينزل ويقابل الوحش اللي تحت. وسونج بعد ما نزل وهو لسه بيبص في المكان بيجيله هجمة سريعة ويدوبك بيصدها، بس الهجمة دي بتأثر على السيف بتاعه والسيف بيتكسر. ورغم ان سونج رفع من
مستوى وقوته، بس لا يزال الزعيم باللون البرتقاني، ومعنى كده ان الزعيم ده بنفس مستوى سونج. ولكن المشكله هنا وهو ان جسمه كله متغطى بحراشف، وكده السيف بتاعه مش هيبقى ليه اي لازمه. وغير كده لو فكر ان هو يواجهه بايده فده هيكون اسوأ بكتير من السيف. فالثعبان الضخم ده بيهجم عليه وبتكون هجماته سريعه وفي نفس الوقت تقيله، وسونج بيحاول يحمي نفسه بالسيف المكسور وبيسأل نفسه ازاي يقدر يخترق الحراشف دي. بس وسط تفكيره الثعبان بيحاول يضربه ضربه قويه جدا بديل، ولو تعرض لها سونج الضرب ده بشكل مباشر هيموت. فبيحاول يصدها بس بتأثر فيه برضه، وسونج بيكون بيحاول يراوغ الثعبان ده بس الثعبان بيرمي عليه قطر، وساعتها بيجري عشان القطر ده ما يسيبهوش، وفعلا بينجح وبينجو من هجمه القطر. وساعتها سونج بيقول في نفسه انا بحسب ان قوتي زادت شويه، هي قوتي لسه ناقصه لاي حق، انا لازم ازود قوتي عشان اهرب من حياه السخريه والذل دي. وبيجي فلاش باك لسونج وهو كان بيتكلم مع القائد، والقائد بيقول له ان الناس بينادوك باضعف صياد في العالم ومش بيبطلوا الحركات الطفوليه دي، عشان كده بيقول لسونج ان هو يبذل كل جهده عشان يثبت لهم العكس. بنرجع تاني عند الثعبان وبيكون سونج طالع عينه والثعبان فشخه حرفيا، وسونج بيكمل في المراوغه بقى والكلام ده، وبيبدا يكلم نفسه تاني وبيقول انا لقبوني باضعف صياد في العالم واستصغروني عشان انا ضعيف، حتى انا محرج من نفسي، لو كنت اقوى، لو كان عندي بس قوه ساحقه هكون كيان لا يقهر، لان الضعفاء دايما عاجزين قدام الاقوياء، كل اللي يقدر يعمله الضعيف هو انه يقف ويترعش من كتر الخوف. الناس بيستحقروني عشان انا ضعيف، حتى لو كنت حكيم وذكي او حتى مراعي للناس التانية، قدام الناس الاقوياء دايما هيغدروا بيك من غير ما يجيلهم اي ندم اي طيبة قلب. كل الكلام ده ملهوش اي لازمه قدام القوه. وساعتها سونج بيهجم على الزعيم، ولكن الزعيم بيضربه يوقعه، فسونج بيرجع يقوم من تاني وبيقول انا لازم قوتي تزداد، وفي هلبة نفسجيه بتظهر حوالين جسمه، وبيقول للزعيم ده لا شيء مقارنه باللي انا عشته وشفته في المعبد، انت مش بتخوفني، انت اضعف مما يكون. وسونج بيهجم على الثعبان ده وبيمسك وبيقرب من راسه وبيرمي سيفه وبيكون حاطط كل نقاطه في القدره العضليه، وبيمسك بالثعبان جامد لدرجه انه بيخترق الحراشف، وبيبدا الثعبان يخبط في الجدران وده عشان يبعد سونج، بس مفيش فايده، وبيبدا سونج يخترقه بايده وفعلا بينجح وبيقتل زعيم الغاره. بعد ما بيقتله بيكلم نفسه بيقول شكلي فعلا ازددت قوه، وبيجيله اشعار ان هو هزم زعيم المغاره، وبيكون جاله خنجر واللي بيكون مصنوع من نبس ثعبان وبيكون من الرتبه سي. ومهاره الخنجر ده هي شل الحركه اللي من خلاله بيحجز الخصم عن الحركه لفتره محدوده، وبيكون قوه الخنجر الهجوميه دي ازيد بالضعف من سيف كيم. وبتجيله برضه كده شويه مكافآت تانية واللي اغلبها من الفئه ايه، واللي بتقلل من ضرر الجسد بنسبه 20% وبتزيد من القوه العضليه بنسبه 35%. وبعد كده بتبدا المغاره تختفي وبيرجع العالم الواقعي، وبيكون في محطه مترو الانفاق، فبيطلع منها ومش بيلاقي حد في المكان، فبيجي له كوندي وبيقول له هو انت هنا، بس لما بيشوف في ايده الخنجر بيعرف ان هو صياد، فبياخده لمكان الغاره. وسونج وهو في الطريق بيقول بسبب قوه ادراك العاليه بقيت شايف مين هو زعيم البوابه من هنا وهو قوي جدا. وبنروح عند موقع الوحش الصخري، وسونج بيوصل للمكان وبيشوف ان الصيادين اللي موجودين هناك مش قادرين يعملوا اي حاجه حرفيا، وكلهم بيعتمدوا على المدافع اللي بس بيصد هجمات الوحش. وبيلاقي ان جو هي كمان واقفه خايفه وبتفتكر برضو ايام المعبد فما بتعرفش تعمل اي حاجه، فعشان كده بيقرر ان هو يساعدهم، وبيرمي السيف اللي كان معاه على الوحش الصخري ده وبيكسر دفاعه. وساعتها بقى الصيادين اللي كلهم من الرتبه ايه ما عدا المدافع من الرتبه بي، وبيقدروا يخلصوا على الوحش الصخري ده. والمدافع بيلاحظ فعلا ان كانت في حاجه اترمت وبيعرف ان ده صياد من رتبه عاليه، ولما بيسال الجندي هو في حد رمى حاجه هنا، فالجندي بيقول له ايوه الصياد ده، بس لما بيجي يبص ما بيلاقيش سونج موجود، ولكن جوهي بتلاحظه من بعيد.